السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا أنا قبل ما أبدأ الفيديو ما ننساش نصلّي على النبي، ويالّا نشوف هنعمل إيه مع بعض. تعالوا بقى مع بعض نشوف أنا باعمل قرص البيض إزاي، والشاطرة فيكم هي اللي هتقول لي أنا باعمله كده والّا باعمله بطريقة تاني. يالّا بقى نسمي الله ونصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة كده جبت الكبة بتاعتي ونزلت فيها ببصلتين كبار، ونزلت برضه بقرن فلفل كده، ممكن تستخدمي رومي أو حامي اللي أنتِ عايزاه. ابتدي بقى كده إن أنا أضربهم يعني ضربة سريعة. أنا هنا برضه كنت حطيت طماطم بس الكاميرا عندي مش عارفة ما كانتش بتصور دي. برضه هاضرب كل الكلام ده كده ضربة مع بعض سريعة وبعد كده نزلت بيهم في طبق. أنا بقى كان عندي هنا كده زيتون أخضر يعني ممكن تحطيه أو ممكن ما تحطوش اللي أنت عايزاه. وبعد كده معايا هنا 3 بيضات يعني حلوين مكلبزين كده. بعد كده نزلت عليهم ب3 معالق ونص كده من الدقيق. ابتدي بقى كده إن أنا أقلّبهم يعني تقليبة مع بعض كده لحد ما هتلاقيهم تقلوا معاكِ شوية كده ما تقلقيش، هنزوّدهم بقى بُق مَيّة كده، بُق كده لحد ما تضبط معاكِ، هتشوفي يعني أنا قصدي إيه دلوقتي. أنا بقى مش عايزة قوام كده يكون تقيل معايا أوي ولا خفيف معايا أوي، يعني وسط حلو كده. أمّا بقى بالنسبة للتوابل اللي عندي، نزلت كده بملح يعني ضبّطت الملح بتاعي وشوية كمون وشوية شطة وشوية فلفل أسمر وال7 بهارات، وممكن بقى تزوّدي حاجة أو تقللي حاجة اللي أنتِ عايزاه. وبرضه هابتدي بقى إن أنا أقلّب كل الكلام ده مع بعض. نيجي بقى للقوام كده بقى مضبوط معايا. معايا بقى هنا كده أي طاسة على النار أنتِ بتستخدميها، نزلت فيها بمعلقة سمنة بلدي كده أو ممكن تستخدمي أي مادة دهنية أنتِ عايزاها. هاسيب بقى السمنة هنا لحد ما تسخن تمامًا معايا، وهاقول لكم دلوقتي أنا باختبر السمنة إزاي بس ما حدش يضحك عليَّ. وهنا بقى كانت السمنة كده ضبطت معايا يعني سخنت شوية. شُفتوا بقى الشوكة اللي أنا قلّبت بيها كده، يعني باطلّعها فاضية كده وأنزل يعني النُقط بس اللي بتنزل من الشوكة كده في قلب الطاسة، كده أنا اتأكدت إن السمنة سخنت معايا. خلاص بقى كده بعد ما اتأكدت إن السمنة سخنت معايا، هابتدي بقى إن أنا أنزل كده بشوية من يعني العجينة كده على السمنة اللي سخنت، هابتدي إن أنا أفردها كويس كده في الطاسة. وطبعًا بقى لو عندِك طاسة كبيرة شوية بصراحة هتنجزِك كتير جدًا، جدًا. هابتدي بقى إن أنا كده ما أقلّبهاش تمامًا، بُصّوا أنا كل شوية عمّالة أشوف يعني الحروف كده خلعت منّي والّا لسه، هي هتبقى يعني سايلة شوية منِّك ما تقلقيش، سيبيها بس شوية لحد ما تستوي، هاورّيكم دلوقتي أنا باعمله إزاي. أول بقى لمّا تبتدي إن هي كده يعني تاخد لون معايا، هابتدي إن أنا أدخّل كده المعلقة من تحت أقطعها كده عشان يعني اللي في النُص برضه يستووا معايا، أكيد أنتم فاهمين أنا قصدي إيه، يعني الفيديو موضّح أنا أقصد إيه. يعني بس برضه كل ده بالراحة خالص كده بشويش معانا لحد ما تستوي على الآخر. أمّا بقى لو أنتِ شاطرة كده في اللي هو يعني إنِّك تشقلبي قرص البيض كده على طول وهو في الطاسة مكانه، أنتِ كده تمام جدًا و100، 100. بس أنا بقى بصراحة مش شاطرة في الموضوع ده، يعني باجيب كده أي طبق جنبي وبعد كده يعني بانزل بيه كده، بانزل بقرص البيض في قلب الصينية، وبعد كده باشقلب الصينية عليها وباقلب الطبق على الطاسة تاني، فاهمين؟ بعد بقى لمّا باشقلبها كده على الجنب التاني، باسيبها بقى تستوي يعني تاخد السِوَى ده براحتها خالص، بس باسيبها على نار هادية شوية عشان تستوي براحتها وما تبقاش معجنة معانا. وكل شوية كده بادّيها تقليبة يعني هزّاية بسيطة كده عشان كلّها تبقى واخدة لون حلو كده من يعني يبقى الحروف بتاعي نفس لون الأطراف، فاهمين؟ هنا بقى أنا كنت بارفعها كده عشان أشوفها اتحمّرت من تحت والّا لسه، بس أنا يعني كانت لسه عايزة خمسيّة كده فسِبتها، فيعني دوّرتها كده بس كده في قلب الطاسة وسِبتها تاني لحد لمّا تاخد اللون بتاعها عادي اللي إحنا عايزينه. بُصّي، أنتِ مش مستعجلة على حاجة، يعني على الأقل مهلِك كمان لحد ما تستوي براحتها. أمّا بقى عند الحركة دي كده يعني أنا قُمت فاتحاها كده من النُص شوية عشان تاخد كمان تبقى كلّها مستوية من فوق زي من تحت زي من القلب، زي يبقى كلّها مستوية، حتى يبقى القلب بتاعها برضه مستوي، ما تبقاش يعني لسه عجينة أو لسه طرية يعني، فاهمين؟ وبعدين إحنا كلّنا شاطرين وما نحبّش حد يعلّق علينا بحاجة، صح كده؟ لو جرّبتِ بقى بالطريقة دي اكتبي لي في الكومنتات، ولو لسه ما جرّبتيهوش جرّبيه عشان تكتبي لي في الكومنتات إيه رأيِك فيه. أمّا بقى عن البتنجان المخلل ده اللي إحنا كنا منزّلينه على القناة مع بعض قبل كده، ارجعوا للفيديو اللي فات اللي على طول، اللي قبل ده هتلاقوا البتنجان المخلل بطريقة إنما إيه، خيال. أمّا بقى عن الجمال أتحدث قليلًا، اللهم بارك كمية كبيرة جدًا، جدًا وكفّت واتبقى مننا كمان، والله. يالّا بقى صلّوا على النبي كتير في الكومنتات وقولوا لي إيه رأيكم.
لسه ما حطيتيش اللايك؟ طب يلا حط اللايك، مستنيه ايه؟ ولحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك جميل والاشتراك الاجمل عشان يوصل لك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.